ده الجزء الثالث من الايفر جرين كونتنت. اتكلمنا في الجزئين اللي فاتوا عن فايده الايفر جرين كونتنت وانواع الايفر جرين كونتنت. المره دي هنقول ازاي تكتب محتوى ما بيموتش ابدا. 1. تحديد الجمهور المستهدف. اعمل محتوى يناسب احتياجات واهتمامات الزبون مش احتياجاتك انت. 2. حدد فكره المحتوى بدقه. حدد اهم المشاكل اللي بتقابلها عشان تبدا تعالجها بالمحتوى. 3. خد وقتك في كتابه العنوان. 4. اعمل اوتلاين للمحتوى بحيث تبقى عارف العنوان والبادي والكول تو اكشن. 5. اعمل ريسيرش وجمع افكار مختلفه. بعد كده رتب الافكار ترتيب منطقي بدايه من المقدمه لحد الاخر. 6. اكتب بدون توقف. دلوقتي المطلوب منك تكتب من غير تفكير ومن غير مراجعه، اكتب بس. 7. عيد اللي انت كتبته مره ثانيه. 8. حط لمساتك الاخيره. في الخطوه دي بتشوف ان كل الجمل مكتوبه كويس وبتوصل المعنى. 9. راجع. دلوقتي اقرا المحتوى بصوت عالي من اول العنوان لحد اخر حرف. شوف لو اي حاجه صعبه شيلها. دلوقتي جه دورك تطبق الايفر جرين كونتنت، ولو احتجت اي حاجه قول لنا في الكومنت. انا ابو بكر ودي سلسله فهمني.